طفل مش عاوز يروح المدرسة تاني علشان خاطر المس قالت له انت شقي. طيب هي المس قالت لك شقي ليه اصلا؟ عشان حركت راس صاحبي في الصلاة، ولكن نية الطفل وقتها كان ان هو يخلي صاحبه يبص قدامه عشان صاحبه باصص الناحية التانية، وده لا يجوز. وبتفكير الطفولي هو مش فاهم ان انا اصلا ما ينفعش انا كمان احرك راس صاحبي في الصلاة. طيب انا كأم او كمعلمة لما احكم بسرعة على الطفل او اديله لقب زي انت شقي، حتى لو كانت هي ممكن تكون بحسن نية يعني، وكلمة شقي ممكن تكون برضو مش شتيمة زي ما الطفل فاهم، او هي ما تقصدش بقى اي حاجة وحشة، ولكن هو كطفل فهم ان كده المعلمة شايفاني مش كويس، او ان هي كمان كده القت عليا لقب مش كويس وصحابي ممكن يعلقوا عليا. كمان هو بقى شايف انه هي ليه بتعمل معايا كده وحاسس بالظلم، مع ان انا كنت بعمل حاجة كويسة، يعني انا بخلي صاحبي كويس ويصلي بطريقة مظبوطة. والاكتر من كده ان الطفل اصلا ما اتعلمش حاجة، يعني ما عرفش انه اصلا ما ينفعش انا احرك حد وانا بصلي، وبناء عليه كمان بقى حابب ان هو مش يروح ما يروحش المدرسة. عشان كده انت كأم او كمس بتتعاملي مع اطفال مهم جدا تسمعي اكتر ما تتكلمي، وقبل ما تدي اي نصيحة لازم تفهمي الاول الطفل عمل كده ليه، عشان تعرفي اصلا انت محتاجة تنصحي او تعلمي ايه بالظبط. مهم جدا جدا يا جماعة، بلاش نقول احكام، بلاش ندي لفظ او لقب للطفل مهما كان بسيط بالنسبة لنا او احنا نيتنا خير او ما نقصدوش، لكن الطفل بياخده بمعنى تاني خالص. ولو ما تعالجش وما فهمناش الطفل ممكن يسبب مشاكل كتير، زي انه يرفض يروح المدرسة او يتمرد او يعمل مشاكل هناك، وفي الاخر مش هيكون اتعلم ولا السلوك بتاعه اتوجه باي طريقة.